أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وخليلنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أسرع انقطاع مواسم الخيرات وما أسرع مرور شهر رمضان. ها قد غادرنا رمضان ورمضان باق ما بقيت السماوات والأرض، وأما نحن فإلى موت وإلى فناء. مضى شهر رمضان بخيراته وببركاته وبنسائمه وبرحماته، فاز فيه الفائزون وخسر بعض الناس هذه الخيرات. فاز بعض الناس بشهادة العتق من النار فاستفادوا من لحظاته ومن قيامه وتلاوة القرآن فيه والصدقات والبر وتنقية الصدور والنفوس من الشحناء والضناء والبغضاء. فازوا فوزا حقيقيا حين صامت جوارحهم وصامت عيونهم وصامت قلوبهم وصامت آذانهم وصامت ألسنتهم، صاموا صياما حقيقيا. والبعض لم يزدد في هذا الشهر إلا معصية وذنوبا، كان حظه فقط أن يمتنع عن الطعام والشراب، ومن لم يمنعه صومه عن الرفث وعن قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة المؤمنون، متى تستيقظ من غفلتك وأنت تعلم أن العمر محدود وأن الأجل مكتوب؟ متى تدرك هذه الحقيقة وأن الدنيا فانية وزائلة؟
ومن رحمة الله تعالى أن جعل لك منبهات ومذكرات من أجل أن تستيقظ من غفلتك ومن سباتك ومن نومك. جعل لك مواسم الطاعات، جعل لك مذكرا أسبوعيا في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة، جعل لك مذكرا سنويا في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه، جعل لك مذكرا موسميا عند موت من تحب ومن تعرف ومن لا تعرف، لتتذكر أنك راحل عن هذه الدنيا. منبهات، وجعل لك منبهات عظيمة تراها فيما تشاهده اليوم من حرب إبادة على أهلنا وإخواننا في غزة، تراها في مؤامرة كونية عظيمة في وسط صمت عربي ودولي وإسلامي مطلق، سقطت فيه كل الأقنعة، سقطت فيه شرعة حقوق الإنسان، سقطت حقوق الطفل، سقطت حقوق المرأة. كل ذلك لا يجعلنا نستيقظ وأن عدونا لن يتوالى عنا ولا عن المؤامرة علينا. متى تستيقظ أيها الإنسان؟ كيف تستبدل ما تلذذت به في شهر رمضان من امتناع عن الطعام والشراب لله، تستبدله اليوم بالمنكرات والمعاصي، تستبدل القيام في صلاة التراويح بالقيام في مجالس المنكرات ومجالس الغيبة والنميمة، تستبدل النظر في المصحف إلى النظر إلى الصور الخلاعية والأفلام الإباحية، تستبدل سماع القرآن بسماع الأغنيات والطرب والرفث والمجنون، تستبدل الطاعات والجلوس في المساجد بالجلوس في المقاهي والجلوس في أماكن ومواقع تغضب الله تعالى. لذلك جاءت البشارة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة لأولئك الذين قالوا ربنا الله ثم ماذا؟ ثم انحرفوا، تكاسلوا، ناموا، تقاعسوا؟ لا، استقاموا. والاستقامة أيها الإخوة المؤمنون هي لزوم طاعة الله في كل زمان وفي كل مكان. هذه هي الاستقامة، أن تلزم طاعة الله سواء كنت في رمضان أو خارج رمضان، وسواء كنت في بلادك أو خارج بلادك، في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت تلزم طاعة الله، لأنك تتذكر أن الله يراك. ألم يعلم بأن الله يراك؟ هذا الصمود الذي صمده أهلنا في غزة لم يكن من فراغ أيها الأحبة. تمتلئ مساجدهم بالمصلين في صلاة الفجر فيما بقي الآن من مساجد، وقد دمر كثير منها. عدد المصلين في صلاة الفجر كعدد المصلين عندنا في صلاة الجمعة. المساجد هجرت بعد رمضان، وهي في الأصل قبل رمضان، وهي في الأصل حتى في رمضان لم تمتلئ كما يجب. المصاحف وتلاوة القرآن والعيش مع القرآن هو هذا الذي جمعهم في غزة حين لم يستطيعوا أن يجتمعوا في مراكز تحفيظ القرآن. اجتمعوا حتى في الخيم، اجتمعوا حتى في الأماكن المفتوحة في العراء، اجتمعوا في بيوت مهدمة، اجتمعوا تحت سقف منزل مدمر يتحلقون حكاية القرآن. فما بالنا اليوم قد هجرنا القرآن وتركنا القرآن. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما حالهم؟ ما جزاؤهم؟
بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستنصحه، يطلب النصيحة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أعطني نصيحة جامعة، نصيحة شاملة. وهكذا كان الصحابة أيها الإخوة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم، ليس فقط لطلب الحاجات، ليس فقط لطلب الأمور الدنيوية والمادية، العلم. حين تخلينا عن العلم وتركنا العلم وأهملنا العلم وهجرنا العلم، هجرنا حلقات العلم ودروس العلماء ومراكز ودور وحلقات تحفيظ القرآن، كانوا يسألون. لم تكن الحياة عندهم فقط مادة، لم تكن الحياة عندهم فقط مناصب، لم تكن الحياة عندهم فقط أراضي، لم تكن عندهم الحياة فقط نساء. يسألون عن الدين. أين من يتحرى عن دينه اليوم؟ أين من يسأل عن شؤون حياته؟ أين من يريد أن يتعلم حتى مبادئ دينه؟ وللأسف أيها الإخوة، من مبادئ الطهارة، من مبادئ الصلاة، من مبادئ الحلال والحرام نجهلها ونقع في الكبائر والمنكرات والمخالفات ولا نسأل ولا نتحرك. أمر عجيب أيها الأخوة. تصور التذكير الذي كان يحصل دائما في رمضان بما يخص صدقة الفطر. والله أيها الأخوة لو أحدثكم عن كمية الأسئلة التي وردت بعد عيد الفطر لي عن أناس نسوا حتى إخراج صدقة الفطر. أي حال نسي، يقول فما العمل؟ كيف تنساها؟ هل نسيت الحلوى؟ هل نسيت ثياب العيد؟ هل نسيت أمورك المادية؟ لكن الدين في آخر أولوياتنا، في آخر ما يعنينا أيها الأحبة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أعطني النصيحة، لا أريد أسأل أحد بعدك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وولى الرجل وكانت هي هذه النصيحة، 5 كلمات كفته، استغنى بها، سار عليها، اهتدى واهتدى بهذه الكلمات. أما نحن يا إخوة نريد فقط كثرة كلام، نريد ضجيج، نريد في الخطبة فقط حماسا، لكن ماذا طبقنا؟ مما نسمعه في خطبة الجمعة يا إخوة على مدى سنة ما يقال 52 خطبة جمعة، ماذا نفذت منها؟ ماذا طبقت منها؟ للأسف تدخل من أذن وتخرج من أذن أخرى. 5 كلمات سار عليها هذا الصحابي فاكتفى بها، ابتعد عن القيل والقال. أما نحن فنحب القيل والقال، نحب الكلمات، نحب العلاقات، نحب التعليقات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لنحصد مزيدا من اللايكات والإعجابات. ماذا طبقت؟ ترى يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى، يكتبها على حالته، يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى وهو لا يصلي في مسجد حرمه وبيته. شعارات عظيمة. ينتقد العرب وحكام العرب وحكام المسلمين على خلافاتهم وهم يلامون، طبعا ولا ندافع عنهم، يلامون، لكنه يختلف مع جاره ومع أخيه ولا يصالحه. إن اختلف حاكم مع حاكم فلعل الكرسي قد أغراه، أما أنت
أو مع جارك أو مع ابن عمك، ما الذي يجعلك تختلف؟ لكنه إتقان فن النقد. لا نريد أن نعمل. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. القضية أيها الأحبة تحتاج منا إلى توبة وعودة وإنابة إلى الله، تحتاج إلى إقبال على بيوت الله، على الصلوات، على المساجد، على القرآن، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على دفع الحقوق إلى أصحابها، على وحدة الكلمة ووحدة الصف. ونحن مقبلون على انتخابات بلدية واختيارية، وما أحوجنا أن نمارس هذه الانتخابات بكل أريحية. لماذا الخلاف؟ لماذا الشقاق؟ لماذا النزاع؟ لماذا الفتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. النمام من ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، تنقل كلام من هذا الحلف إلى هذا الحلف، ومن هذه العائلة إلى هذه العائلة، ومن هذا المجلس إلى هذا المجلس. لماذا؟ طمعا في صوت انتخابي. تخسر الجنة من أجل صوت انتخابي. يصور حالة الفيسبوك، يصور الحالة على الواتساب، لقطة شاشة كما يسمونها، ثم يرسلها إلى الجروب العائلة وجروب المؤسسة الحلف الفلاني. انتخابات. نسعى ونتمنى أن يحصل توافق، ونتمنى أن تتقارب النفوس، وأصلا هي مسؤولية وهي أمانة وهي خزي وندامة يوم القيامة. المسؤولية إلا من قام بحقها، إلا من قام بحقها. هي تكليف وليست تشريف. لذلك إذا فقهت هذا الأمر ندخل، فإن فزت أو فاز حليفك فالحمد لله، خسرت أو خسر حليفك وأنت تدخل والحمد لله. ونبقى إخوة كما هي هذه البلدة كانت كلمتها واحدة، مجموعة مجتمعة متفقة، وسترجع بإذن الله تعالى مجتمعة متفقة واحدة بإذن الله. لماذا الخلاف؟ لماذا الفرقة؟ لماذا التنازع؟ قل آمنت بالله ثم استقم. حذاري بعد شهر رمضان والإقبال على الله أن نتحول إلى المعصية وإلى المنكرات وإلى الموبقات وإلى المحرمات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على رسول الله إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في حال قوم من الأقوام. ربنا جل وعلا يقص علينا هذا السابقين والأمم السابقة بالاعتبار والتدبر. يقول تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هداهم الله، أرشدهم الله، دلهم الله، أعطاهم معجزة باهرة عظيمة نعرفها ونسمعها جميعا، معجزة الناقة التي خرجت من الصخرة والتي سقط فيها في هذا الامتحان قوم ثمود وما فازوا في هذا الامتحان. هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الضلالة على الهدى، اختاروا الكفر على الإيمان، كما هو حال البعض اليوم، اختار حياة المنكرات بعد حياة الطاعات،
استبدل الحياة التي كان يعيشها في رمضان صيام وقيام وتلاوة القرآن إلى حياة المعاصي. لذلك كان علماؤنا وأئمتنا يقولون: احذر أن تكون ثموديا نسبة إلى قوم ثمود، لأن الله هداهم ولكنهم استحبوا الهدى عليه، استحبوا الكفر والضلال وقدموا الكفر والضلالة على الإيمان. احذر أن تكون ثموديا، فلا تدري متى تغادر ولا على أي حال تغادر. لذلك إمعانا وتوضيحا وإقرارا منك بأنك مستمر على طاعة الله تعالى، مستقيم على مرضاته. حثك نبينا عليه الصلاة والسلام على صيام 6 شوال. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وما ذلك إلا تأكيد على استمرارك في الطاعة والعبادة. بعد الطاعة والعبادة استمرارك للحسنة بعد الحسنة، وهذا دليل على قبولها. فالحسنة تنادي أختي أختي، والسيئة تنادي أختي أختي. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا انتهيت فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. لا إجازة في الطاعات، لا إجازة في العبادات، لا إجازة وعطلة عن الصلوات. أما أن تكون ممن لا يصلي إلا جمعة أو لا يصلي إلا العيد، فأي دين هذا وأي شريعة هذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هي الاستقامة، بها فلاحك ونجاحك وسعادتك. من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تسعد بطاعة الله، تسعد بمرضاة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة المؤمنون، فلنتوب إلى الله ونجدد العهد مع الله مستمرين مستقيمين دائبين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لباب هذا المسجد وواقفه والساعي فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، متراحمين فيك، متزاورين فيك، متبادلين فيك، متوادين فيك يا أرحم الراحمين والأكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من العتقاء من النيران ومن المرحومين الفائزين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلن بحقك كلمة الحق والدين. انصر من نصر دينك وكتابك الكريم، واخذل من خذل دينك وكتابك الكريم. اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة، اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة، اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة. اللهم لا نملك حيلة إلا الدعاء. اللهم كن لهم معينا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم قل الناصر، اللهم قل الناصر. اللهم لا ناصر إلا أنت، ولا غالب إلا أنت، ولا قوي إلا أنت، ولا ينصر إلا أنت، ولا يذل إلا أنت، ولا يعز إلا أنت. اللهم فكن لأهلنا في غزة معينا وناصرا، اللهم كن لهم عونا وناصرا. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم وتول أمرهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم أطعم جائعهم وارحم عطاشهم ومن خائفهم ودفئ باردهم وفك أسرهم وفك حصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أجود الأجودين. اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين، في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين المعتدين، واحسدهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. بنا فيهم يوما أسودا، بنا فيهم عجائب قدرتك وفنون سطوتك
بعظمتك وجبروتك يا عظيم يا جبار يا عظيم يا قهار. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب شديد العقاب، عليك بإخوان القردة والخنازير فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا وأراد بلادنا بسوء وتخريب وتفجير وتدمير أو فتنة أو سرقة خذ أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء واجعل عنا كيد وتسلط الأعداء يا عظيم يا جبار. لأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم واذكروه واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.